تخيلي كده معايا يا عزيزتي إن يكون عندك حبيب مثالي بيحبك وبيهتم بيكي وبيخرجك وبيجيبلك هدايا، ويوم ما تفكري تنفصلي عنه يفضل وراكي ولازقلك زي ضلك، ومش بيسيبك أبدا ومتمسك بيكي لأبعد حد. وده طبعا شيء كل البنات تتمناه، إلا بطلتنا البومة النكد. تفتكروا هتحس على دمها وترضى بكل البطل بيعمله لها ده وتبقى ليه في الآخر، ولا هتفضل متمسكة برأيها إنه ما ينفعش يعني هي من الطبقة الفقيرة وهو أغنى منها يرتبطوا؟ يلا مع بعض نشوف تفاصيل المسلسل، بس قبل ما أبدأ تعملوا لايك الفيديو وتشتركوا في القناة لو انتوا لسه ما اشتركتوش. بيبدأ المسلسل مع بطلتنا يونا اللي بتكون قاعدة مع حماتها، أو يعني مش ممكن تكون حماتها لأن هي قررت إن هي تعرض عليها فلوس في مقابل إن هي تسيب ابنها. هي صحيح بتكون مصدومة إن لسه في ناس بتعمل كده، لكن على عكس المتوقع هي مش بتتمسك بحبيبها أبدا، وبتوافق إن هي تاخد الفلوس. بس سألتها إذا كانت فعلا هي حبت ابنها بجد وما كانتش تعرف إن هو من عيلة غنية. وبترجع بالزمن كده لما أول مرة شافته فيها واتعرفت عليه وفعلا ما كانتش تعرف إن هو من عيلة غنية. المهم يونا وافقت، بس قررت إن هي تكرهه فيها الأول وتديها مهلة شهرين، ما تسيبوش على طول كده، لأن هو لو عرف إن هي عايزة تسيبه بسبب مامته ممكن يتمسك بيها أكتر. وبعدين رجعت على بيت عمها لأن هي عايشة معاهم وحكت لهم إن هي هتسيب حبيبها جون، ودي كانت صدمة كبيرة بالنسبة لهم. وعرفتهم إن جون يبقى ابن رئيسة الشركة بتاعتها. وطول الفترة اللي كانوا مرتبطين فيها ما قدرتش تعرف أبدا إن هو غني، بسبب إن هو كان بيوصّلها دايمًا بس هي ولا مرّة وصّلته لحد بيته. ده غير إن هو جاب لها مرّة شنطة غالية جدًا وقال لها إن هو حوّش وجابها لها، لحد ما قفشته بقى وهو واقف مع ابن نائبة المديرة، وعرفت إن هو غني لإن هو جاب سيرة مامته، وراحت كده وهي متعصبة تهزّقه وتقول له: "يا حيوان يعني أنت كنت غني وعمرك ما قُلت لي، وتفسّر لي إيه يا أستاذ بإن أنت كنت بتخلّيني أدفع لك تمن الوجبات بنفسي؟" وهي دي كانت كل مشكلتها إن هي كانت بتدفع له تمن الوجبات. لكن لمّا لقت الموضوع وصل لمامته وإن العلاقة بتاعتهم هتكون متوترة ومرفوضة، قالت إن هي تنفصل عنه. ورغم إنها بتحبه وبتموت فيه كمان، إلا إن هي قررت إن هي تنفصل عنه وتاخد الفلوس، لأن هي عارفة إن كده كده في الآخر علاقتهم مش هتكمل. وتاني يوم بقى وصلت الشركة وقررت إن هي تكرهه فيها بأي شكل، لكن مجرد ما ضحك في وشها وقال لها صباح الخير وحشتيني، قالت له وانت كمان وحشتني، وما قدرتش تعمل أي حاجة وضعفت. فقالت إن هي تعمل حاجة تانية زي إن هي تاخد منه فلوس كتيرة جدًا، فيشوفها مادية وبعدين يسيبها، لكن افتكرت إن هو غني جدًا ومش هيفرق له حوار الفلوس ده، فقالت إن هي تشتمه وتقل أدبها عليه وهو بعد كده يسيبها بقى ويخلع، لكن ده ما كانش حل برضه، فقالت إن هي تكشر في وشه وساعتها هيتضايق منها لأن كل الناس بتحب البنات اللي بتبتسم. فزميلهم في الشغل كان بيزعق لجين وهو متعصب جدًا، فلما شافها وهي بتبص له بالطريقة دي خاف منها واستغربت لأن هي مش قصدها عليه أصلا. وبالليل كانت مستنية البطل علشان يتقابلوا، وأول لما جه قررت إن هي تعنده في أي حاجة هو يقولها، يعني مثلا يقولها تعالي نشرب قهوة تقوله لأ أنا جعانة وعايزة آكل. ولما سألها طب يا ستي تحبي تاكلي إيه قالت له معرفش، وكانت عصبية فجأة من غير سبب، فقال لها طيب تعالي معايا، واخدها المطعم اللي هي بتحبه وجاب لها كل انواع الاكل اللي هي بتحبهم جدا، وهي طبعا ما عرفتش تنطق ولا تتلكك لان الاكل كان طعمه حلو جدا. وهو حس ان في حاجه غريبه وسالها هي ليه بقت متغيره، قال لها انا مش قصدي ولا اي حاجه، بس انتي بتعامليني بطريقه وحشه من غير اي سبب وكمان بتتلككي. هي ما كانتش عارفه ترد عليه تقول له ايه، فسابته وقامت دخلت الحمام وكانت حاسه بالذنب لان هو بيعاملها كويس جدا رغم ان هي بتعامل ببرود. وخرجت من الحمام وسمعت صاحبة المكان وهي بتكلمه وبتقوله هو انت مزعل حبيبتك ليه، شكلها بقى مخيف، لكن هو رد عليها وقال لها ان هو بيحبها بكل حالاتها وشايفها دايما جميلة. في اللحظة دي هي شافت ان الانفصال عنه بقى صعب ولازم تصارحه بالحقيقة. وبعد ما روحت تاني يوم لما صحيت من النوم لقت اخوها محضر لها الفطار وقعدت عشان تاكل معاه، وبعدين مسكت موبايلها ولقت ان هي كانت بعت رسالة انا مش لاقيه حل ارجوك خلينا ننفصل. وهنا بقى انصدمت، وكمان لقت إن هي كلمته بعد الرسالة دي مكالمة لكن هي مش فاكرة قالوا إيه لأن هي كانت سكرانة، وبقت هتتجنن لأن هي مش عارفة تبرر عملتها دي إزاي. وبعدين بقى راحت الشركة وقابلت جون في الأسانسير ودخلت وهي محرجة جدا منه وما كانتش عارفة تقوله إيه، فكانت واقفة بعيدة عنه وكانت متوترة وسألته هو احنا امبارح اتكلمنا في إيه لأن أنا مش فاكرة أي حاجة لأن أنا كنت سكرانة. قال لها ولا أي حاجة، انتي قلتيلي أحلام سعيدة وقفلنا السكة. وكانت لسه هتشرح له وهتبرر له حوار المسج، بس الموظفين دخلوا الأسانسير وقطعوا عليها الحديث. وبعد ما خرجت من الشغل سمعت تسجيل المكالمات على تليفونها وعرفت إن هي قالت له كل حاجة واعترفت إن هي فعلا عايزة تسيبه، وراحت علشان تواجه جون ويحلوا الموضوع ده. بس أول حاجة هي سألته هو ليه كذب عليها وقال لها إن هي ما قالتلوش حاجة في المكالمة،
وهو فعلًا سمع، بس هو عمل نَفْسه ما سمعش أي حاجة، لإن هو ما كانش عايز ينفصل عنها، وعرّفها إن هو عارف إن هي قابلت مامته، لإن أخوه قال له، وعرّفته إن مامته مش السبب الوحيد في إن هي تنفصل عنه، هي قررت إن هي تنفصل عنه من ساعة ما عرفت إن هو غني، لإن هُم الاتنين من عالمين مختلفين تمامًا، بس هو حاول يقنعها إن هي تدّي علاقتهم فرصة تانية، بما إن هُم كانوا بيحبوا بعض جدًا، وكانوا متفقين إن هُم يبنوا حياتهم مع بعض سوا. لكن هي كانت شايفة إن ده شيء مستحيل بالنسبة لهم هما الاتنين، لأن هما من طبقات مختلفة جدًا، وهو يا حبة عيني فضل يحاول يقنعها إن هي تدّي له فرصة تانية، بس هي رفضت وسابته ومشيت، وهو قام يجري وراها ويقول لها أرجوكِ اسمعيني، وهي قالت له أنا مش عايزة أسمع حاجة، وبالمناسبة أنا أخدت من مامتك فلوس في مقابل إني أنفصل عنك، لإني أنا مادية وباحب الفلوس، ويا ريت تبعد عني بقى، فسابها تمشي فعلًا، وبعدين سافر فترة برّه كوريا. وفجأة كده رجع بمعدات جديدة للشركة، والموظفين كانوا مستغربين جدا وكانوا رايحين للبطلة علشان يقولوا لها إيه اللي بيحصل، بس اتفاجئت لما شافت صورته ونازلة في جروب الشغل إن هو اتعين مدير للشركة. فالبنت من الصدمة كانت هتتقلب وهتقع من على السلم، بس طبعا جون البطل اتدخل في الوقت المناسب وقدر إن هو يسندها، وبعدين قرب لها جزمتها كمان، فهي شكرته وهو عرفها إن هو بيحبها ومهما حصل هيفضل متمسك بيها وهيعمل كل اللي في إيديه علشان خاطر يرجعوا لبعض تاني. أما بقى في الشركة الموظفين زمايله بقوا بيعاملوه باحترام ومش مصدقين إن هو اتعين مدير للشركة، ده حتى الموظف اللي قبل كده زعقله وقاله تعالى يا فندم أوصلك لحد مكتبك، بس هو قاله مفيش داعي، أنا مكتبي في وشكوا أهو علشان أفضل شايفكوا، ده احنا مهما كان كنا عشرة برضه. فيونا كانت هتتجنن وجريت علشان تسأله إزاي مامته وافقت إن هو يرجع تاني هنا ويشتغل كمان، وهو قال لها إن هو حاول يقنعها وكمان قال لها إن هو خلاص نسيها وهي اقتنعت وقدر إن هو يرجع تاني، وقال لها كمان إن هو مش هيقدر يبعد عنها أبدا وقرب منها، بس هي زقته وقالت له ابعد عني، ولما زقته بقى هو قعد على ريموت الستارة والستارة اتفتحت واتفضحوا قدام الموظفين، وهي شافت إن مفيش أي حل قدامها غير إن هي تشرح لهم الوضع، لكن بقى هم كانوا فاكرين إن هو بيتنمر عليها وقال لها ليه ما قلتلناش علشان ندافع عنك، وهي قالت حلو ده خليهم فاكرين كده أحسن، وبالليل عزمهم على العشاء فاضطرت إن هي تروح، وبعدين زمايلها الاتنين روحوا مع بعض، وهي كانت هترجع على الشركة بس لفت وراها لقت جون وهو كان لازق فيها ومش عايز يسيبها، وفي الشركة فضل يطبع لها ورق مكتوب عليه بحبك ومش هقدر أسيبك، بس هي رمتهم قالت ممكن يسكت بقى ويهمد، لكن أبدا بطلنا ما بيهمتش. تاني يوم أخدهم علشان يفطر معاهم وقال لهم إن هو بيحب قعدتهم جدا، وهي قامت علشان تدفع الحساب وهو قام وراها ومدت ايديها علشان تجيب حاجة حلوة، راح حط ايديها على ايديها وما بقاش راضي يسيبها في حالها أبدا، بقى بينط لها في كل حتة في الأسانسير وفي الشركة، لحد ما في مرة قابلت أخوه في الأسانسير وهو كان مستغرب إن هي ازاي خلته يحبها قوي كده، وعرفها كمان إن هو عنيد جدا ومش هيسيبها مهما حصل، ده حتى عشان خاطرها بقى بيحب الأماكن المغلقة والسينما لأن عمره ما حبهم أصلا وكان متقبلهم بس علشانها، فخرجت من الأسانسير وهي مصدومة ومستغربة إزاي كان بيمثل قدامها إن هو بيحب الأفلام والسينما، وهي في مرة لما طلب منها إن هما يروحوا الأوبرا رفضت لأن هي ما كانتش بتحبها وحست إن هي شخص سيء جدا وإن هو كتير عليها، وبعدين جون من مكتبه لاحظ إن هي تعبانة وبتكح فراح جاب لها أكل وجاب لها أدوية وقال لها إن هي تاخد بالها من نفسها، وبعدين وهي ماشية قال لها إن هي تاخد أجازة لأن شكلها تعبان جدًا، بس هي قالت له إن هي مجرد موظفة وصعب تاخد أجازة بسهولة، فشد من إيديها مفتاح العربية علشان يسوق هو، ففجأة وقعت من طولها من كتر التعب، وأخدها بسرعة على المستشفى ولما فاقت كانت عايزة تمشي لأن هو جايبها مكان غالي، وهو قال لها تسكت بقى وتهمد وتبطل تفكر كده، وفضل يفكرها بعلاقتهم مع بعض وإن هو تعبان من غيرها وعايز إن هما يرجعوا تاني. هي قالت له أنا عارفة إن أنت عملت عشاني حاجات كتير وليه مثلت قدامي إن أنت بتحب السينما والأفلام، وهو قال لها إن هو كان بيعمل كده علشان يستمتع معاها بالحاجات اللي هي بتحبها، وهي بتحاول تقنعه إن هو زي ما حبها يحاول ينساها، لكن هو رفض وطلب منها إن هما ياكلوا مع بعض 27 وجبة الأول على أمل يعني إن ممكن حاجة تتغير، فهي وافقت بس ما كانتش تعرف إن الوجبات دي هتفكرهم بعلاقتهم قبل كده لما كانوا مرتبطين، وبقوا كل يوم يروحوا نفس المطعم ياكلوا ويشربوا سوا، وكمان مامته جالها خبر إن هما رجعوا يتقابلوا تاني لحد ما جه يوم الوجبة رقم 22 وخرجوا وهما سكرانين، وحضنها وقال لها أنا بجد بحبك، هو أنت ازاي عايزة تسيبيني؟ أنت بجد ما بقيتيش تحبيني؟ ولأن هي كانت سكرانة وما كانتش في وعيها اعترفت بالحقيقة وقالت له إن هي بتحبه وقرب منها علشان يبوسها، لكن هي بعدته عنها وقالت له ما ينفعش تبوسني لأن احنا سايبين بعض، وقال لها وإيه يعني احنا بنحب بعض،
وفضل يصرخ في الشارع وفضحها وقال لها انتي بعتيني وسبتيني وخدتي فلوس من امي، والناس كلها اتلمت وبقت فضحتهم بجلاجل. وتاني يوم هما الاتنين ما كانش ليهم عين يروحوا الشركة بعد اللي حصل، وكانوا متوترين جدا، وحتى في وقت الغدا كانوا قاعدين ومش عارفين يقولوا ولا كلمة. لكن بعد الغدا راح واعتذر منها عن اللي حصل، بس هي قالت له ما يحطش كل الحق عليه لأن هي برضه كانت سخيفة معاه. وبعدين بقى اتفاجئت بمامة جون جاية علشان تعرف ايه تفسير ان هما رجعوا يتقابلوا تاني بعد ما كانت مفهماها ان هي تاخد منها الفلوس وهتختفي من حياته وتنفصل عنه. فبقت محتارة ومش عارفة تعمل ايه. وفي يوم جالها استدعاء في مدرسة أخوها لأن أخوها متورط في قضية تنمر. أخوها جري عليها حاول يقنعها إن هو متنمرش وما عملش حاجة، لكن هي كانت شايفاه مذنب زيه زيهم بسبب إن هو شاف اللي حصل وسكت. وفضلت تعتذر لأهل الولد كتير جدا، وكانت قابلة منهم أي عقاب. لكن أهل زمايل أخوها كانوا معترضين طبعا على اللي هي بتعمله، لأن هي كده بتدمر مستقبلهم. وهي قالت لهم وإيه المشكلة، كل واحد يتحمل نتيجة اللي عمله. وبعدين مشيت وأخوها راح وراها وهو مكسوف من نفسه جدا. وهنا بقى افتكرت وهي صغيرة لما أبوها كان بيضرب أخوها، وهي كانت بتقف قصاده علشان تحميه وتاخد الضرب عنه، لحد ما في يوم قررت إن هي تاخد أخوها ويهربوا من البيت ويتخلصوا من حياة العذاب دي، وتتحمل مسؤولية أخوها كأنه ابنها بالظبط. وأخوها طبعا كان ممتن ليها جدا وفضل يشكرها إن هي أنقذته من العذاب ده وأخدته معاها ومشيوا. وبنرجع تاني في الحاضر وأخوها بيجري عليها بسرعة وبيقول لها إن هو آسف جدا وما كانش قصده إن هو يعمل كده. وبعدين راحت لجون علشان يتكلموا في علاقتهم لآخر مرة، وتطلب منه إن هما ينفصلوا بكل هدوء، لأن هي عندها حياة صعبة وخاصة بيها وعندها مسؤوليات كبيرة عايزة تشيل همها. هو طبعا كان حزين جدا بس طلب منها إن هما يخرجوا مع بعض لآخر مرة، وفعلا وافقت وخرجوا مع بعض في الملاهي. وكان باين عليه كده إن هو عايز يستمتع معاها لحد آخر لحظة. وبعد ما خلصوا لعب ودعوا بعض لآخر مرة وهم زعلانين، وبدأت الألعاب النارية وكل شخص كان سعيد في المكان ده ما عدا هما. وتاني يوم لما راحت الشركة لقت رقم غريب بعت لها بيسأل عليها. هي افتكرت في الأول إن رقم غريب بعت لها بالغلط، بس لما شافت جون مسك موبايل جديد وأول لما شافها خباه افتكرته هو اللي بعت الرسايل دي، وراحت علشان تهزقه وتقوله هو انت فاكر ان انت لما تبعتلي من رقم غريب انا مش هعرف؟ ووريته الرسايل بس هو قال لها ان هو ما بعتش حاجة. والموبايل اللي هو خباه ده بتاع شركتهم المنافسة، كان واخده علشان يشوف آخر تقنيات هم حطوها فيه. وهي طبعا حست بالإحراج جدا فعملت نفسها بتتكلم في التليفون، بس طلعت كانت واخدة تليفونه بدل تليفونها، فرجعت تاخد تليفونها بسرعة وهي محرجة. وطلعت من الشركة وهي هتموت من الإحراج، وروحت البيت تحكي لمرات عمها كل اللي حصل. وكلموا الرقم كول وسألوه هو يبقى مين، بس هو قال أنا آسف انت اللي مين، فافتكروا يعني ان هو بعت الرسائل بالغلط. ولأن يونا افتكرت إن هو بعت الرسايل دي بالغلط كلمته واعتذرت منه وقالت له كمان هي كانت فاكراه الإكس بتاعها، وقفلت السكة. بس شكل الولد اللي بيكلمها ده ورا إنا. وبعدين بنشوفها وهي مروحة البيت مع أخوها، وبيظهر لهم جون، وأخوها بيكون متضايق منه جدا وبيقول له أنت بتعمل إيه هنا بعد ما سبت أختي وكسرت قلبها. وبعدين أخته قالت له إن هو يدخل جوه. وبعدين هي سألته هو بيعمل إيه هنا، هو قال لها إن هو جاي ياخد كل الهدايا اللي هو كان بيجيبها لها، بس مش معقول يعني واحد غني هياخد كل الهدايا اللي هو كان بيجيبها دي تلاكيك بس علشان يشوفها ويعرف مين صاحب الرسائل اللي كان بتتبعت لها. وكمان بيكون شاكك ان ده يكون الاكس بتاعها اللي من قبله ولا حاجة، بس هي قالت له معتقدش. وبعدين وهي في البيت الرقم كلمها تاني واتصل بيها وعرفها ان هو كان نفسه الرسائل دي توصل لحبيبته، وبما ان هي وصلت ليها هي بدل حبيبته فهو حابب ان هو يتكلم معاها. بس هي قالت له نعم يا استاذ انا مش فاضيه الهبل ده كله ورايا شغل، وقفلت السكة في وشه لأن هي وراها شغل قد كده. وبنتنا الغلبانة حست إن وجودها في الشركة هيسبب أزمة ليها وأزمة للبطل، فقررت إن هي تنسحب بكل سهولة وتقدم استقالتها من سكات. بس بعدين بتتفاجئ بالبطل أول لما بتفتح الباب وبتلاقيه قدامها، وبيعرفها إن هو اتخلى عن الدنيا كلها علشان بس يكون معاها وساب الشركة، وإن هو ملوش مكان في الدنيا دي غير حضنها. وحضنها وهي لسه بتستوعب، وفجأة أخوها ظهر ومرات عمها وزمايلها في التيم وبقوا كلهم مصدومين وهم اتفضحوا وسطهم. وقعدت معاهم علشان تفهمهم ان هم سايبين بعض اصلا وجه هنا غلطة بس مش اكتر. وبعدين خرجت معاه بره علشان تفهم هو جاي يعمل ايه. اما قايل لها ان هو ساب البيت لما عرف ان هي سابت الشغل بسببه، ومش بس كده هو مستعد يسيب الدنيا كلها بس علشان خاطرها. وبدل ما تفرح البومة رفضت كل اللي هو عمله علشانها وقالت له ارجع بيتك يا ابن الناس، وانا كده كده هستقيل من الشركة، بشتغل بس على آخر مشروع وبعد كده هقدم استقالتي، ولازم تفهم إن علاقتنا عمرها ما هتنفع.
وتاني يوم بقى في الشغل زمايلها بقوا بيعاملوها معاملة مختلفة وعايزين يعرفوا تفاصيل أكتر عن علاقتها بجون، بس هي ما كانتش فايقالهم وقالت لهم حلوا عني بقى وبطلوا تعاملوني بالطريقة دي. وتبص وراها بقى تلاقي مين؟ تلاقي جون، فاتحرجت ومشيت وهو راح وراها علشان يتكلموا بعيد عن الموظفين. قالت له أنا فكرت في كل اللي انت قلتهولي امبارح، اللي انت عملته ده حاجة سهلة بالنسبة لك انك تسيب كل حاجة لأن انت ما عندكش مسؤولية، وإن أنت شايف إن أنت تعمل كده علشاني ده شيء رومانسي جدًا، وإن أي بنت تفرح وتقبل بيه، لكن أنا أبدًا. البطلة واخدة وضعية النكد باحتراف، بومة بومة يعني. وطبعًا البطل يا حبة عيني بقى متضايق جدًا إن هو بيحبها وبيخاف على مشاعرها وهي ما عندهاش ولا ريحة الدم. وبعدين زميلها في الteam جري عشان يقول لها إن في مسؤول توظيف عايز يقابلها، وهي قالت تستغل الفرصة بما إن هي هتسيب الشركة. وراحت بقى علشان تقابله واديته الCV بتاعها، بس هو قال لها CV إيه؟ هو إحنا مش المفروض في date؟ قالت له date؟ أنا المفروض جاية هنا علشان شغل. وطلع ده كله بقى من خطط زميلها في الشغل إن هو كان مدبر لها الdate ده علشان تنسى شوية. وهنا البطل بقى سمعهم وكان متضايق جدا ومصدوم من اللي هو بيسمعه. وبعدين لما رجعت مكتبها شافته وهو متضايق وسابها ودخل المكتب. وزمايلها قالوا لها ان هو متضايق كده لان هو عارف بخصوص الديت اللي هي راحته، وبقت متضايقه لان هو اتضايق وقالت تاخد نص يوم اجازه علشان خاطر هي مرهقه وتعبانه. وبالليل بقى زميلتها كلمتها ان هي تيجي بسرعه لان الرسام اللي هما متفقين معاه رفض يجي، وهي راحت لهم بسرعه. بس كان البطل اتصرف وكلم رسام تاني واجر مكان للرسام ده كمان، وكان متضايق جدا من اللي هي عملته، وكان بيقول لها ان هو مش متوقع منها كده ابدا ان هي تبوظ الشغل وتبوظ الدنيا دي كلها لمجرد إن هي خارجة في date. وبقت زعلانة من نفسها إن هي ضايقته بالشكل ده وما كانتش تعرف إن هي تتأثر بزعله أوي كده. وبعدين بقى ظهر الرسام يونسو وطلع نفس الشخص اللي هو كان بيكلمها في التليفون، بس طبعا البطلة ما تعرفهوش، بس هو شكله كده عارفها كويس. وجون بقى لاحظ اهتمامه بيها وقلق منه سيكا. المهم تاني يوم وهي قاعدة جه يونسو علشان يقعد معاها، بس هي ما حبتش قربه ليها أبدا لأن هي اتعقدت طبعا بعد اللي حصل معاها هي وجون، واعتذرت منه وقالت له مش بحب أخلط حياتي الشخصية بالشغل، وقامت سابته ومشيت. وبعدين لقيت الرقم اللي كان دايما بيكلمها وبيضايقها بيتصل تاني، وقالت ما بدهاش بقى وكانت هتعمل بلوك، بس اتدخل ينسو بسرعة وقال لها بقى كده بقى عايزة تبلكيني، فاتصدمت ان ده نفس الشخص. وفجأة بقى ظهر البطل في موقف وحش جدا وكان ينسو ماسك ايديها، بس هي شالت ايديها من ايده بسرعة وكانت رايحة علشان تشرح له الموقف. وهو كالعادة فضل يشكي همه ويقول لها وانا لحد امتى هشوفك كده بعيدة عني، لا وكمان مع واحد تاني، انا مش مستحمل اشوفك بعيدة عني، هو انا لحد امتى هفضل في العذاب ده. واخدها علشان يركبوا العربية، بس يونسو منعهم وقال له هو انت مش شايفني ان انا بتكلم معاها؟ وبيسألها هو انت مش عايزة تعرفي هو انا عرفتك ازاي؟ ومسك ايديها. راح جون مسك الايد التانية وهي بقت بتتزفلط بينهم هما الاتنين ومش عارفة تعمل ايه، شالت ايديها منهم هما الاتنين وقالت لهم بس كفاية، وطلبت من يونسو إن هو يكلمها بعدين. بس الغيط اتركب معاهم العربية وكان مصر قوي. وبعدين كتب لها على الإزاز هو ده بقى الإكس بتاعك، وهي قالت له اسكت بقى وامسح اللي انت كتبته ده. وسألته بقى هو عارفها ازاي، وقال لها من خلال ان انا كلمتك كذا مرة يعني سمعت اسمك وشفت الإعلان يعني عن ان انتوا عايزين رسام في التيم بتاعكو وكلمتكوا علشان الشغل. وهنا بقى جون اتضايق جدا واللي هو ندم يعني ان هو اختاره، وقال يا ريتني ما اخترتك تشتغل معانا. وبعدين بقى تاني يوم في الشغل قال إن هو ما يخلطش الأمور الشخصية بالشغل، مع إن هو ما كانش طايقه أبدا، بس قال يشتغل معاه وراسه على نفسه ليمونة بقى وخلاص. وسأله يعني إذا كان هو كان بيكلم يونا على أساس إن هي الإكس بتاعته، بس قال له لأ أبدا، أنا أصلا ما عنديش حبيبة ولا عمري ارتبطت قبل كده، وعرفه إن ده مجرد كلام بس هو قاله لها وإن هو ناوي يصارحها بالحقيقة. وجون قلق منه جدا وكان عايز يعرف إيه هدفه وهو جاي ليه وإيه اللي وراه. وبالليل خرج معاها هو وزمايلهم كلهم سوا بيتعشوا مع بعض ويعملوا كده احتفال صغير بما ان هما بقوا بيشتغلوا مع بعض وتيم يعني. والبطل بقى اول لما شاف صورتهم نازلة على الجروب كان هيتجنن، ورغم ان هما بعاد جدا عنه بمسافة يعني تعادل 3 ساعات ونص، وقال لاخوه انا لازم اروح لهم بسرعة قبل ما اتجنن. واخوه كلم التيم علشان يجهزوا له الطيارة الخاصة، وطلع باتمان بسرعة لان هو كان غيران عليها جدا، وكل ده علشان يمنع وجودهم هما الاتنين في مكان واحد. وهما كانوا مستغربين جدا هو ازاي جيب السرعة دي، بس هو كدب عليهم وقال ان زميله فضل يرن عليه كتير جدا عشان كده هو جيب السرعة دي يعني، وافتكر ان في حاجة، لكن طبعا لا زميله رن عليه ولا نيلة. ولما جه خارج اخدته على جنب علشان تطلب منه زي يفسر لها اللي هو عمله، مش معقولة يعني سافر كل المدة دي بس لانه غيران. وزميلتها شافتهم وافتكرت ان هما رجعوا لبعض وقالت يلا بقى انا مش هعطلكوا،
وهي قالت لها هو أنا ناقصاك أنت كمان؟ وبعدين راحوا كلهم سوا في مكان تاني علشان يكملوا شرب، وقامت علشان تطلب ليها، ولقيت الاتنين قاموا معاها في نفس الثانية وكانوا عايزين يروحوا معاها، بس قالت لهم اتنيلوا انتوا الاتنين اترزعوا، هو أنا رايحة أتفسح؟ وفضلوا كلهم يشربوا ويتقلوا في الشرب كتير جدا لحد ما قالت لهم بس، وراحت شربت نص الإزازة كلها لوحدها لحد ما سكرت ومبقتش حاسة بنفسها خالص. وصحيت تاني يوم لقت نفسها في المرسم اللي البطل أجره، وبقت مخضوضة لما لقت جون كمان نايم وهو قريب منها، والاتنين كانوا بيتخانقوا مين فيهم هيفطر معاها، بس قالت لهم أنا أصلا مش جعانة ومصدعة وحلوا عني بقى. وطبعا كالعادة البطل راح وراها، أما بقى عن يونسو لقى محفظتها وقال بس دي حجتي بقى عشان أروح أتكلم معاها. وطبعا كالعادة البطل حاول إن هو يتكلم معاها، فقالت له حل عني لأن أنا مصدعة، وراحت على السوبر ماركت علشان تشتري أي حاجة تفوقها. لكن وقت ما جت تحاسب اتفاجئت إن المحفظة بتاعتها مش معاها، فظهر يونسو وهو معاه المحفظة، وفضل مكمل معاها الطريق وهو بيتكلم معاها عن علاقتها بجون وانفصالهم عن بعض، وهي كان باين عليها إن هي مش طايقاه، وطلبت منه إن هو يبعد عنها لأن هي مش ناقصاه، وإن هي كمان لسه ما اتخطتش جون ولا نسيته، فسابها تمشي في حالها لأنه حس إن هو كتير أوفر كده يعني. وبعدين بقى بنروح للبطل اللي غير معاملته معاها خالص ومبقاش يغير عليها، لأ وكمان غير مكان مكتبه بعيد عنها، وده كله كان من خطة أخوه. قال له إن هو يتقل عليها شوية لأن هي مش هتحس بقيمة الحاجة غير لما تروح منها، وهي طبعا كانت مستغربة من التغيير المفاجئ ده غير إن هي كانت في حالة صدمة كبيرة جدا لما شافته داخل الشركة وفي إيده واحدة، وكانت فاكراه إن هو ارتبط، بس هو مرتبطش ولا حاجة، دي مرات أخوه وهو كان ماسك إيديها بس لأن هي كانت لابسة هيلز وكان مضايقها. وبعدين أخوه شافه وهو متضايق وغيران وقال له إيه مش هتقدر تكمل في الدور ده كتير؟ قال له لا أنا مكمل أهو، بس النهارده عيد ميلادها وأنا مش عارف أعدي اليوم ده عادي كده. قال له أنت اتجننت، عيد ميلادها مش لازم تفوته، يلا روح لها بسرعة وخد لها خاتم. وطبعا بطلنا راح لها جري، بس هي ما كانتش موجودة في البيت، حتى فضل يتصل بيها كتير بس هي ما كانتش بترد، فهو طبعا قلق عليها جدا. أما بالنسبة لها هي كانت تايهة ومش عارفة إذا كانت زعلانة ولا فرحانة لأن مامتها اتوفت، ومامتها دي كانت قاسية معاها جدا، وكانت شايفة إن هي عبء عليها هي وأخوها، وكانت دايما بتشرب وتقول لهم يلا امشوا من هنا وامشي وخد اخوكي، وراحت تقعد تشرب علشان تنسى كل احزانها. بس يونسو شافها وراح يقعد معاها علشان يواسيها، ففضلت تحكي له على كل احزانها، وكمان قالت له حتى الشخص اللي كان دايما معاها وجنبها دلوقتي مش موجود جنبها في يوم عيد ميلادها، ونامت على نفسها من كتر التعب. ويونسو هنا كلم البطل وقال له ان البطلة تعبانة جدا وسكرانة ويجي ياخدها، ولما راح هناك قال له انا عارف ان انتوا لسه بتحبوا بعض، فقلت الأفضل إن أنت تكون معاها وجنبها في يوم زي ده لأن هي محتاجة لك وتعبانة جدا. وأخدها معاه لحد البيت وسابها في العربية لحد ما تصحى براحتها، وصحيت فعلا ونزلت من العربية واتمنى لها عيد ميلاد سعيد واتأسف لأن هو اتأخر عليها، وهي قالت له ولا أسف ولا حاجة، وبقت تتأسف له هي لأن هي أزعجته. ووقفها فجأة قبل ما تمشي وسألها مالها، بس هي قالت له مفيش أي حاجة وما تشغلش بالك بيا. وتاني يوم راحت عزا مامتها وخرجت بره وشافت جون، بس قالت تتجاهله، بس هو مسكها من ايديها بالعافية، وكانت مصممة ان هي مش زعلانة ولا حزينة ولا متأثرة. سألته هو ليه جه، قال لها ان هو جه علشان يواسيها ويكون جنبها، بس هي حاولت تقنعه ان هي كويسة ومش زعلانة ابدا، وقال لها دام ما انت كويسة ومش زعلانة ليه دموعك على وشك بالطريقة دي، وخدها في حضنه وهي منهارة من العياط. وبعدين قعدوا سوا وفضلت تحكي له على معاناتها وطفولتها وكل اللي هي مرت بيه وهي صغيرة، وقالت له كفاية كده أنا حاسة إن أنا صدعتك، وقامت علشان تمشي. وفي اللحظة دي بقى طلع الخاتم وقال لها إن هو بيحبها جدا وممتن لكل لحظة قضاها معاها، وعرض عليها الجواز، بس قال لها إن هو مش مستعجل ومش عايز منها الرد دلوقتي وتفكر براحتها، وساب معاها الخاتم. وراحت تحكي لمرات عمها وهي مترددة. وبعدين بقى في الشركة اتفاجئت إن هو مسافر أسبانيا، وهنا بقى حست خلاص إن هي هتخسره، وأخد تاكسي وجريت بسرعة على المطار علشان توقفه، وجريت عليه بسرعة وندهت عليه وقالت له أنا عارفة إن أنا جيت متأخر لكن أنا بحبك وما أقدرش أعيش من غيرك، ولو ما كنتش جيت دلوقتي كنت هندم طول عمري. وبقى مش مصدق نفسه وحضنوا بعض أخيرا، وأخيرا رجعوا لبعض، بس أخوه والمساعد بتاعه جم فقطعوهم فبعدوا عن بعض، فمشيوا علشان يسيبوهم براحتهم. وبعدين بقى عرفها إن هو مسافر خلال أسبوع بس وراجع، فهي اتحرجت لأن هي كانت بتكلمه كأنه مهاجر، وحذرها بقى إن هي تغير رأيها ولا حاجة وإن هي لازم تستناه لحد ما يرجع، وهي قالت له ما تخافش أنا مستنياك وهفضل هنا. وفضلت تعدي الأيام يوم ورا يوم وهم رجعوا لبعض وبقوا أحسن من الأول وبقوا بيتكلموا في التليفون كتير. وفي يوم بقى كانت رايحة توصل أخوها للامتحان، وبعد ما دخل المدرسة فاجئها، وهي اتفاجئت جدا لأن هو جه من غير ما يقول لها،
ومسك إيديها وكانوا ماشيين مع بعض وهم مبسوطين، وكمان قرروا إن هم أجازة النهاردة من الشغل علشان يقضوا اليوم سوا. والسكرتير فضل يكلمه بس هو ما كانش عايز يرد عليه لأن كان فاكر إن أي حاجة هتطلع له تعطله عنها، بس هو اضطر يرد وقال لها هعمل مشوار صغير وهرجعلك، وكمان خلاها تستناه في الشقة بتاعته. وهي كانت حاسة بالذنب جدا إن هو عايش هنا في المكان ده كله لوحده وإن هو كان بيعمل كتير علشانها وهي ما كانتش حاسة بيه، وشكرته لأن هو استناها، بس هو اللي كان عايز يشكرها لأن هو رجع لها. وبعدين أخدها علشان يوصلها لحد البيت، وتاني يوم راحت علشان تقابل مامته وترجع لها فلوسها لأن هي مش هتقدر تسيب جون أبدا. ومن بعدها بقى الدنيا اتشقلبت. تاني يوم وهي رايحة الشركة الكارت بتاعها ما كانش شغال لأن طبعا مامة جون عطلته، ده غير إن هي مضت على استقالتها بنفسها. وبعدين بقى بنتفاجئ لما مامة البطل بتعرفه إن هي مش ضد رغبته وإن هي موافقة على جوازه من يونا، وهو راح جري علشان يكلم يونا ويفرحها بالخبر ده. بس هو ما يعرفش بقى إن هي متفقة معاها وقعدت معاها أصلا، وقالت لها في القعدة دي بقى إن هي موافقة على جوازهم بس بشرط واحد، إن يونا تدير مؤسسة المنح بتاعتهم علشان تساعد الفقراء والمحتاجين بما إنها كانت زيهم في يوم من الأيام، لأن هي عايزة تأثر على الناس بقصة خيالية زي دي. وهنا بقى حست البطلة إن هي بيتم استغلالها بطريقة وحشة جدا، والهانم كانت بتعمل كل ده بس علشان خاطر تبعد إثارة الجدل عنها هي بسبب انفصالها عن زوجها وإن بيطلع عليهم إشاعات كتير، فقالت تلهي الناس في أي حاجة تانية يعني. وهي حبت عيني يونا وافقت بس لأن هي بتحب البطل جدا ومش عايزة تسيبه ولا تتخلى عنه. بس أول لما أخوها عرف اتعصب جدا وراح علشان يهزق البطل ويقول له هو أنت إزاي تسمح لنفسك إن أنت تعمل من ماضي أختي قصة الناس تتسلى بيها وتستغلها بالطريقة دي؟ بس هو ما كانش فاهم فيه إيه بالظبط. ولما بدأ يشرح له يونا اتدخلت وقالت له انت مالك انت، وبعدته عنه. وبعدين اخوه ومرات اخوه ظهروا وقعدوا كلهم هما علشان يفهموا الموضوع منها ايه بالظبط. وطبعا جون كان متضايق جدا وكان عايز يروح يتخانق مع مامته، بس يونا منعته وقالت له ان هو لازم يفهم ان هي في ظروف صعبة، فالافضل ان هما يقفوا جنبها يعني وما يضغطوش عليها. ففعلا اخدوها هو واخوه علشان يطلعوها رحلة وينسوها اللي حصل والطلاق يعني. وهم في الطريق العربية عطلت بيهم فجأة، فنزلوا من العربية يتصوروا معاها بالعافية. وهنا بقى استغلت الفرصة واعتذرت من ابنها إن هي عرضت عرض على خطيبته سخيف زي ده، وقالت لهم كمان إن هي لما عرضت عليها العرض ده وافقت بكل سهولة بس علشان خاطر جون، بس طلبت منها ما تقولش مين اللي نزل المعلومات دي لأن هي خايفة على مشاعره. وشافت قد إيه بتحبه لأن هي كانت بتفكر في جون وبس، أما مامته كانت بتفكر في مصلحتها والشركة. واعتذرت منه وطلبت منه إن هو يتجوزها في أسرع وقت. وأخيرا وبعد طول انتظار وجري كتير ورا بعض في المسلسل طلت بالأبيض واتجوزه ولبسها الجزمة بنفسه زي السندريلا. وبكده يكون انتهى الملخص النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. أشوفكم الملخص اللي جاي. سلام.